يعني شفنا شوبير، يعني الراجل فاجئنا وابتدى بمصطفى شوبير، وكان ده مطلب للامانه من فتره كبيره جدا. الناس طلبت ان مصطفى شوبير يبدا، ما كانش يعني تحس ان هو جاهز نفسيا ذهنيا، او ما كانش موفق بلغه الكره. شايف الفتره الجايه ايه ما بين شناوي وشوبير؟ شناوي دكه هيقبل، هيستمر، هيكون في تبادل في حراسه المرمى؟ ماذا يحدث في حراسه مرمى النادي الاهلي؟ طيب، هي الاختيارات الفنيه مش هقدر اتكلم عليها طبعا، لان هي في الاول والاخر بترجع لجهاز فني هو اللي بيحدد ايا كان الاسماء يعني. لكن في نقطه مهمه جدا لازم اخد بالي منها، لازم اخد بالي منها. يعني يلعب مصطفى يلعب شوبير ده اختيار فني بحت يعني. لكن في مهمه جدا، في حاجه مهمه جدا لازم اخد بالي منها، الا وهي ان الشناوي ده كابتن الفرقه. مهم جدا ان انت تحافظ على كابتن الفرقه. ما بتكلمش على اللعب، انا بتكلم على طريقه التعامل مثلا. يعني لو هيقعد لازم يتقال له، ما يبقاش فيه مفاجاه بالنسبه له، لان انت لازم تحافظ على كابتن الفرقه وتحافظ قيمه على اللعيب في التيم. طبعا. طبعا ده كابتن الفرقه، فهتحافظ على كابتن الفرقه، تحافظ على اوضه اللبس. ده مهم جدا في الحسابات. دي ادوار مهمه جدا انها تكون في الحساب يعني. في نقطه كمان على حته في اللقاء الاول، اتمنى ان برضو يبقى في مراعاه ليها، حته اللعيبه الاجانب. يعني الاهلي بنطالب بزياده الاجانب. ما كانش فيه في البدايه غير دي بين مهمة. رمضان، دي مهمه هو دي مهمه. الاساسي يعني. كل اللعيبه لو في الاجانب على الدكة. ظروف، لو في ظروف